أهلا وسهلا ومرحبا، أجدد التحية والترحيب بالجمهور الرياضي الذي يتابعنا داخل وخارج الوطن. نبدأ بترتيب الخضر والمركز الذي تحتله الجزائر بين كرة القدم. أمين، الجزائر تصعد الآن إلى المركز 36 عالميا، خلف روسيا وبولونيا وبنما ومصر في المركز 32. نقول أنه لا يهمنا كثيرا هذا ترتيب الفيفا، لأني صراحة ولا مرة فهمت المعايير الدقيقة التي تعتمد عليها الفيفا من أجل وضع هذه التصنيفات. تنقيط للمباريات سواء كانت ودية أو رسمية، ولكن ترتيب أمين مهم، لأنه في أحيان كثيرة يتم الاعتماد عليه في ترتيب المجموعات، في وضعك على رأس مجموعة معينة. أعلم أنه مهم، ولكن الأهم منه هو أن المنتخب الوطني الجزائري على أرض الواقع تحسن كثيرا، أداؤه تطور، نتائجه جيدة، متأهل لكأس إفريقيا 2025، يقترب إن شاء الله من التأهل لمونديال 2026. هذا هو ما يهمني في الوقت الحالي. أما هذا التصنيف فصراحة لا يهمني كثيرا. هل هذا الترتيب يعكس مستوى المنتخب حاليا؟ لا صراحة. نستحق مرتبة أفضل، ولكن قلت لك بما أنهم يعتمدون على معايير وتنقيط لم أفهمه إلى غاية الآن، فهذا هو الحاضر. قلت لك لذلك ما يهمني أكثر هو نتائج المنتخب وتحسن المنتخب. هو أمين، ليس التنقيط أو عملية التنقيط أو كيفية الترتيب التي تعتبر عملية مبهمة، هي عملية واضحة. يعني تفوز بمباراة عندك نقاط، لما تلعب مع منتخب عالمي يكون متقدم في الترتيب راح تأخذ نقاط كثيرة، يوم تتعادل تأخذ نقاط أقل، يوم تخسر أمام منتخب قوي تخسر بعض النقاط، يوم تخسر أمام منتخب ضعيف تخسر نقاط أخرى، وهذه الأشياء كلها مفصلة على موقع الفيفا. لكن هذه العملية في حد ذاتها هي التي تؤدي أحيانا إلى ترتيب غير منطقي. كنا نشاهد مثلا منتخب بلجيكا في أحد الأوقات يسيطر على عرش الكرة العالمية في ترتيب الفيفا، يعني في موقع الفيفا بلجيكا هي الرائدة، لكن فوق الميادين بلجيكا لم تحقق شيئا رغم أنها امتلكت جيلا ذهبيا. لا، شوف اليوم هذا الترتيب نوليو شويه للوراء، يعني درنا قفزه نوعيه محمد. لما تشوف المقابلات اللي خسرناهم في كاس افريقيا مرتين، خرجنا في الدور الاول. نظن اليوم المقابلات اللي قدمهم المنتخب الوطني بقياده الناخب الوطني بيتكوفيتش تقريبا انهزام واحد، تعادلين، والباقيه كلها يعني فوز 9 انتصارات. نظن بلي هذا يعني يشجع الفريق واللاعبين. اما الترتيب تاع الفيفا هذايا دائما كما تفضلت انت قلت وشرحت عليه، لما تفوز على منتخبات عالميه كي عندك نقاط تاع المنتخبات الافريقيه ماهوش نفس التنقيط، نقول باللي ما عنده الاهميه ديالو هي لما يوضعوك في المجموعات. اما شيء اخر نظن باللي يعني حاجه عاديه. أمين، هذه النتائج الرائعة التي يحققها المنتخب الوطني منذ وصول بيتكوفيتش على رأس العارضة الفنية منذ تقريبا عام كامل دفعت المسؤولين في الجزائر إلى التفكير في تمديد عقد بيتكوفيتش. هل تراها خطوة متعقلة أو خطوة متسرعة؟ هل هو الوقت المناسب لتمديد عقد بيتكوفيتش الذي ينتهي أصلا بنهاية مونديال 2026؟ لا، أنا أشوف أنها خطوة متسرعة ومتسرعة جدا. من حق الاتحادية أن تفكر بهذه الطريقة، لأنه حتى الجماهير طلعت على التطور الذي حصله المنتخب الوطني الجزائري منذ قدوم بيتكوفيتش، خصوصا من ناحية الأداء، لأنه من ناحية النتائج حتى الناخب الوطني السابق جمال الماضي كان يحقق نتائج إيجابية وانتصارات كثيرة في المباريات أو التصفيات عفوا. ولكن المشكل لما نذهب إلى دورة مغلقة كأس أمم إفريقيا كنا
نغادر من الدور الأول وبفضائح مجلجلة. نعم. وحتى تصفية كأس العالم لم نتأهل، والجميع لا زال يتذكر مباراة الكاميرون التي أصبحت خيبة أمل كبيرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية. لذلك أعتقد أنه على الاتحادية الجزائرية أن تتريث على الأقل إلى غاية كأس إفريقيا 2025 إن حقق المنتخب الوطني الجزائري دورة مشرفة أداء ونتيجة. هناك فقط يتوجب على الاتحادية أن تفكر في تمديد عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. شوف أمين، الفيدرالية يعني تفكر باش تمدد العقد تاع الناخب الوطني بيتكوفيتش، ولكن ماناش عارفين واش هو حايد بيتكوفيتش. صحيح، ماناش عارفين الآن من طرف واحد يقدر بيتكوفيتش يقول لك أنا نمدد ولو تاعي. ولو بيتكوفيتش عارفين باللي خدم مدة طويلة في سويسرا، يعني هدايا ما راحش تكون عرقلة لهذا الناخب. نولي شوية لورانا برك مع الناخب السابق بايدا ليلوزيتش اللي مشينا معاه للدور الثاني في كأس العالم، الحق حتى وين هضر مع السلطات العليا باش يعاود يجدد العقد ديالو، ولكن رفض. قال لك انا جيت لمهمه تاع 4 سنوات، عملت 4 سنوات تاعي في الجزائر، لحقت المنتخب الجزائري الدور الثاني في كاس العالم. اليوم نشوف حاجه اخرى. نظن باللي اليوم لازم نسمعوا الراي تاع بيتكوفيتش، ماهوش الا يعني تخمم من الاتحاديه باش تجدد لك. لازم بيتكوفيتش هو ايضا يمد رايه. وزيد مازال نستناو كاس افريقيا تتاهلنا، مازال كاس العالم. اذا مشينا كاس العالم ودرنا نتائج ايجابيه ايضا، هنا راح يكون يعني تفكير اخر للمدرب. يقول لك ربما نجدد العقد ديالي، ولكن لازم نعاودوا نتحاوروا على الطاوله. انت مع اي راي قاسي سعيد؟ انا اليوم الراي ديالي انايا ولو ما يهمش كثيره، لانه قاسي سعيد بن جابر قال لك على الاقل ننتظروا الى غايه نهائيات كاس افريقيا. بين كاس افريقيا وكاس العالم الفتره ليست بالطويله، حوالي 6 اشهر. هو العقد ديالي مش حتى لكاس العالم محمد. نعم. انا دونك ولاد كانت نتائج ايجابيه ولو كاس العالم مستوى اخر، لكن تفهموا محمد. نعم. ماهوش كاس افريقيا، ماهوش تصفيات كاس العالم وكاس افريقيا. المستوى العالي راح يكون في نهائيات كاس العالم. اذا كان عرف كيفاش يمشي مع هذا الفريق ودرنا نتائج ايجابيه، نظن هنا تنجم تقعد على الطاوله وتحكي معه. بعد كاس العالم عندك كاس افريقيا 2027، واتذكر جيدا عندما رفض علي لوزيش تمديد عقده مع المنتخب الوطني مباشرة بعد نهاية كأس العالم 2014. كيف لعبنا كأس أفريقيا بعدها بأشهر بمدرب جديد اسمه غوركيف، رغم أن الحاج محمد روراوة أنا ذاك ساعة بكل جهدي تمديد عقد علي لوزيش، لكنه رفض. ربما هذه هي الأمور أو الأخطاء الماضية التي تدفع بالمكتب الفيدرالي الحالي إلى التفكير في مستقبل بعيد المدى للمنتخب الوطني. لا أنا تكلمت على بايد، رفض ولو تكلموا مع السلطات العليا، يعني نعم. فاتت الوزير، فاتت رئيس الاتحادية، ولكن قال لك أنا كان عندي عقد مهمة تاع 4 سنوات، خلاص انتهت المهمة ديالي. اليوم المدرب اليوم بيتكوفيتش هو قادر راح يوضع نفسه في وضعية قوية. لو كان نمشيو بعيدا في كاس العالم نظن باللي راح يتفاوض معك بطريقه اخرى محمد. نعم. ما راهوش يقول لك انا حبي للمنتخب الجزائري، ولكن يتفاوض معك. نعم. الجميع يمدح بيتكوفيتش، محاسن كثيره لهذا المدرب من عكست ايجابيا على المنتخب الوطني، لكن المنظومه الدفاعيه ما زال فيها شغل بن جابر. أكيد، ولكن لا نستطيع حاليا الحكم على المنظومة الدفاعية. نقول لك لماذا محمد. قبل المباراة السابقة أو التربص السابق، تربص شهر مارس الذي تخللته مباراتان في تصفيات كأس العالم أمام كل من منتخب بوتسوانا ومنتخب موزمبيق هنا في تيزي وزو، في التربص الأخير في شهر سبتمبر المنتخب الوطني منظومته الدفاعية كانت على العال. تلقينا هدف واحد فقط في التصفيات. كانت المنظومة بدأت تحرز تقدما كبيرا. بعدها في التربص الأخير شهر مارس
تلقى الناخب الوطني عدة ضربات على الرأس، غيابات مهمة جدا سواء على مستوى خط الدفاع أو على مستوى خط الوسط وحتى في الهجوم. غياب بغداد بنجاح. لما نتكلم عن المنظومة هذا يعني أنه لا نستثني الدفاع كخط وحده، ولكن كثلاث خطوط. الدفاع يبدأ من بونجاح من المهاجمين إلى وسط الميدان إلى أخيرا الخط الخلفي للمنتخب الوطني الجزائري. لذلك أنا ما أشوفش أنه المنظومة تأثرت أو المنظومة تراجعت.